مرحبا، اليوم رح نعمل مع بعض مربى قشر البرتقال. مربى كتير سهل وسريع مثل ما انتم شايفين، كتير حلو. رح نبدأ. أنا عندي هذا الجات، حاطة عليه المصفاية لحتى تنزل قشر البرتقال لتحت لأنه أنا غامرته بالمي. هذا أنا كنت حاطة عليه المي من قبل كم يوم، وصرت كل فترة وفترة يعني كب عليه المي وارجع غير المي لحتى تروح المرا اللي بالقشر. هلا رح صير قطعه للقشر. فيكن تقطعوه شلون ما بدكن، أنا رح أقطعه بهالشكل على طوله. أنا بلاقي هالحجم مناسب وكتير حلو. مربى قشر البرتقال يعني هو بيتزين فيه الحلويات، فهذا الشكل مناسب كمان للتزيين ومريح للأكل، يعني ما بيكون قطعة كتير كبيرة وما له كتير صغير، يعني هيك كتير مناسب بيطلع شكله. بس انتو يعني كيفكن، انتو بتحبوا تقطعوه أصغر من هيك أو أكبر من هيك، هذا بيرجع لإلكن. هلا أنا عندي هاي الطنجرة مشان نسوي القطر. لحط عليها 3 كاسات من السكر. المقادير طبعا بتلاقوه تحت بصندوق الوصف. ولحط عليها كاستين من المي، ورح شيله ارفعه هلا على النار. هلا هو على النار رح اتركه لحتى يذوب كل السكر اللي عندي ويصير يعني قطر لحتى يغلي. شايفين هلا هيك بعد ما غلى داب عندي كل السكر. لحط عليه بطرف المعلقة ملح ليمون. فيكن تحطوا عصير ليمون اذا بدكن، هو هذا مشان انه لا يسكر عنا القطر. ولحط عليه القشر، نزل كامل الكمية. هلا انتو بتشوفوه كبير بس انه هلا رح يدبل هو لحاله. شايفين هيك بعد ما دبل ما احلى، صار هيك لونه كتير حلو. شايفين هلا كيف هيك صار عاطي على شفاف شوي. هلا هو يعني هيك انه استوى. رح اتركه لحتى يبرد واحطه بالمطربانات اللي عندي. بعد ما برد وحطيته كله بالمطربانات، انا حطيت يعني كامل القطر اللي عندي بالمطربان، بس في عندي هذا شوي رح فرجيكم شلون صار انه قوام القطر. شايفين كيف ما له تقيل ولا له خفيف، يعني هيك كتير مناسب طالع، واللون كتير حلو طالع تبع المربى. حاجيكم وحدة، يعني هي ماسكة على بعضها بس طرية. رح دوقها، القطر فايت لجواتها، كتير كتير طيبة. إذا عجبكم فيديو اليوم لا تنسون من اللايك والاشتراك، بحبكم نشوفكم بالفيديو الجاي.